هو احنا ليه مهتمين بفلسطين وبالمسجد الاقصى؟ السؤال ده للاسف في ناس كتير مش عارفه اجابته، والاسباب كتير. فتعالى في الفيديو ده اقول لك معلومات عن فلسطين وعن المسجد الاقصى ممكن تكون اول مره تعرفها. فلسطين هي سكن الانبياء. سيدنا ابراهيم عليه السلام هاجر لفلسطين، ولوط عليه السلام ربنا نجاه من العذاب اللي وقع على قومه الى الارض المباركه اللي هي فلسطين. وداود عليه السلام بنى محرابه وعاش في فلسطين. وسليمان عليه السلام حكم العالم كله من فلسطين. وقصته الشهيرة مع النملة اللي كلمت النمل وقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم كانت في مكان اسمه وادي النمل في فلسطين. ومحراب سيدنا زكريا عليه السلام موجود في فلسطين. وسيدنا موسى عليه السلام طلب من قومه انهم يدخلوا الأرض المقدسة اللي هي فلسطين، وسماها المقدسة يعني المطهرة اللي طهرت من الشرك وجعلت سكن للأنبياء. وفلسطين حصل فيها معجزات كتير، منها ولادة سيدنا عيسى عليه السلام من أم مريم وهي فتاة صغيرة من غير زوج. وفي فلسطين هزت مريم عليها السلام جذع النخلة بعد ولادتها وهي في أكثر حالات ضعف المرأة ونزل لها الرطب. ومن فلسطين ربنا سبحانه وتعالى رفع إليه سيدنا عيسى عليه السلام لما اليهود قرروا قتله كعادتهم مع الأنبياء. وفلسطين هي أرض المحشر والمنشر، وهي اللي المهدي المنتظر هيحكم منها العالم، هي والشام. وهي المكان اللي هينتهي فيه المسيح الدجال بعد ما يطوف الارض كلها وهيتقتل في فلسطين على ايد سيدنا عيسى. ويأجوج ومأجوج هتكون نهايتهم على ارضها في اخر الزمان على ايد سيدنا عيسى وجيشه. وقصص كتير من قصص القرآن حصلت في فلسطين، منها قصة طالوت وجالوت. إنما بالنسبة للمسجد الأقصى فالمسجد الأقصى يخص ويهم كل المسلمين في كل العالم، مش الفلسطينيين بس ومش العرب بس. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، يعني ما ينفعش تسافر وتحضر شنطتك إلا لثلاث مساجد بس: المسجد الحرام اللي في مكة المكرمة، ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي اللي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى اللي في مدينة القدس. يعني أهمية القدس بالنسبة للمسلمين زي أهمية مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين زي أهمية المسجد النبوي وزي أهمية الكعبة. المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين الأولى قبل الكعبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا اتجاه المسجد الأقصى لمدة 13 سنة قبل تحويل القبلة. المسجد الأقصى الصلاة فيه بأجر 500 صلاة، يعني لو صليت في المسجد الأقصى يوم واحد تاخد أجر صلاة أكتر من سنة ونص. وفي المسجد الأقصى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التقى بجميع الأنبياء وصلى بيهم. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلتقي بالأنبياء في مكان ويصلي بيهم، كان المكان ده هو المسجد الأقصى. ورحلة الإسراء والمعراج كانت من المسجد الأقصى للسماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد إن المسجد الأقصى يكون هو نقطة انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض للسماء. المسجد الأقصى مساحته 144 ألف متر مربع، وبيسع لأكتر من نص مليون مصلي. والمسجد الأقصى بيضم أكتر من 200 معلم، منها مساجد وقباب وأورقة ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار وأزبلة ومدارس ومكتبات وبوائك وأبواب ومصاطب ومعالم كتيرة جدا فوق الأرض وتحت الأرض كمان. يعني تحت الأرض في المسجد الأقصى في مساجد وفي مكتبات وفي مدارس وفي معالم كتيرة، كل ده داخل المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فيه أكتر من 7 مساجد ومصليات، منهم المسجد ده اللي اسمه مسجد قبة الصخرة، ما اسمهوش المسجد الأقصى. والمسجد ده كمان مش هو ده المسجد الأقصى، ده اسمه الجامع القبلي أو المصلى القبلي. وزي ما قلنا مش هم دول بس المساجد اللي موجودة في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فيه كمان مسجد البراق والمصلى المرواني ومصلى النساء ومساجد ومعالم كتيرة جدا موجودة جوه المسجد الأقصى لازم تكون عارفها. وهسيب لك لينك في التعليقات في كل المعالم دي بأسمائها وتواريخها. طب امال ايه هو المسجد الاقصى؟ طيب شكله الحقيقي عامل ازاي؟ ركز معايا. المسجد الاقصى هو كل المساحه المحاطه بالسور دي، كل ده اسمه المسجد الأقصى، بما يحوي بقى من مساجد وباقي المعالم. دي معلومات مبدئية لازم تكون عارفها ومعرفها لأولادك عن فلسطين والمسجد الأقصى. ولو انت تعرف المعلومات دي وتبدو بالنسبة لك بديهيات، فللأسف وده واقع في ناس كتير ما تعرفش المعلومات اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة دي. فياريت تعمل شير للفيديو ده وتوصل المعلومات دي لأكبر عدد ممكن. وبالمناسبة أنا ما بقولكش اعمل شير عشان الريتش والمشاهدات، يا عم خد انت الكلام اللي في الفيديو ده كوبي بيست وصور انت فيديو وانشره انت على صفحتك. ولو مش هتقدر تعمل ده يبقى على الأقل وصل المعلومات دي للناس بالشير بتاعك. وإن شاء الله ده مش هيكون آخر فيديو عن فلسطين، فاشترك في القناة واعمل متابعة للصفحة عشان الفيديوهات الجاية توصلك. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.